النهارده هقول لكم ازاي تدفعوا نص السعر في حضرموت عنتر وبطريقه بسيطه جدا، وهي دي فكره السلسله بتاعت النهارده، وهي قطمه طبق الاصل. السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في سلسله قطمه طبق الاصل، السلسله اللي وفرت عليا وعلى الناس فلوس كتير جدا. هشرح فكره السلسله دي باختصار عشان الناس الجديده اللي في القناه. الطبيعي بتاع المطاعم ان انت لما بتشتري الاكل بتشتري اكل جاهز ان انت تاكله على طول. في بقى شويه مطاعم عملوا حاجه زياده، ان هو بيقدم لك برده نفس الاكل ده بس بيبقى جاهز على التسويه. الفكره كلها ان انت هتسوي الحاجه، سواء بقى الحاجه دي هتحمرها هتشويها ايا كان، 10 دقايق ربع ساعه وتاكله بالهنا والشفا. تلاقي حاجه كيلو مثلا بتاعها ب 200 جنيه، اما الجاهز على التسويه تلاقيه مثلا 100 110، تلاقي نفسك موفر نص السعر. عملنا كذا فيديو في السلسله دي وعجبت الناس جدا. عملنا عن صبحي كابر والدهان وبافالو برجر وكوك دور وفينيس بيتزا، والنهارده معانا مع سادس فيديو وهو حضرموت عنتر. فالنهارده احنا جايبين كذا صنف من عند حضرموت عنتر، اللي هو جاهز على الاكل على طول واللي هو جاهز على التسويه، وهوريكم فرق السعر ما بين الاثنين قد ايه، وهنشوف برضو لما انا اسوي الحاجه هقرب من الطعم الاصلي بنسبه قد ايه. في الغالب ما بنقلش الحمد لله عن نسبه 80 90%، لان هو نفس الاكل من نفس المطعم فما فيهوش اختراع. فقبل ما نبدا الفيديو عايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك، واللي مش مشترك يشترك في القناه. تعالوا بقى نشوف احنا جبنا ايه. اول حاجه معانا الطرب، او زي ما انا بحب ادلعه اقول عليه طرب، لان يعني ده العشق. ده هنا الطرب المجمد اللي هو الجاهز على التسويه. لسه هقول لكم الاسعار والحاجات دي، بس خلينا ناخد النص كيلو ده نحطه على الشوايه كده وندلعه ونجيبه ونقارنه بالطرب الجاهز، واقول لكم فرق السعر والحاجات دي كلها. يلا بينا. ده هنا ربع طرب جاهز عامل 55 جنيه شامل الضريبه، فيبقى كده سعر الكيلو عامل 220 جنيه شامل الضريبه. فانا كده بحسب على السعر بتاع فرع جسر السويس، اما فرع التجمع فسعر الكيلو فيه عامل 260 جنيه شامل الضريبه. فخلينا ندوق كده ونشوف. جايب لنا هنا 4 حتت طرب كده، او عامه برده جايب لنا عيش وطحينه وكده، بس يعني احنا ايه مركزين في حاجه معينه. طيب طبقه المنديل هنا انا شايف ان هي سميكه ما هياش رفيعه، ودي حاجه انا بحبها جدا في الطرب. طبقه المنديل هنا اللي حوالين الطرب، يعني انا كنت متوقع ان هي تبقى سميكه قوي، لا هي مش يعني سميكه بس مش قوي، يعني زي ما كنت متخيل، بس الطرب مستوي كويس قوي من جوه. وطبقه المنديل دي وهي دايبه عليه كده مدياله غناوه وطعامه فعلا تحفه، عجبني جدا. طيب خلينا بقى نشوف الطرب اللي انا شويته. ايوه، هنا حجم صباع الطرب يعتبر واحد، ما اختلفش عنه اي حاجه، بس هنا الفكره ان انا ايه مسويه اكتر برضه. خلينا ندوق نشوف. لا سقفه ليا يا جماعه، فعلا سقفه ليا. هو مش اي حد يشوي برضه يعني، معلش. الطرب هنا برضو نفس البهارات ونفس يعني سمك طبقه المنديل اللي حواليه وكل حاجه واحده، بس هنا السوى انا ايه يعني سويته اكتر. كيلو الطرب اللي جاهز على الشوي عامل 140 جنيه شامل الضريبه، اما اللي هو جاهز على الاكل على طول اللي جاي من عنده عامل 220 63. يبقى احنا كده موفرين بتاع حوالي 37%. لكن لو هتحسب بقى على سعر فرع التجمع، سعر الكيلو 260، ف 140 على 260 يبقى احنا كده موفرين حوالي 47%. والطعم على فكره واحد، يعني ما اختلفش خالص، الفكره بس في حته السوى. ونخش على اللي بعده وهو نص كيلو كفته على السيخ. هنا بقى هو مش طبعا مش مصبع لك الكفته، يعني الكفته هو جايبها لك مفرومه كده وانت ايه هتصبعها بقى على السيخ. فخلينا ايه ناخد رحله سريعه كده للشوايه ونرجع تاني، يلا بينا. ده هنا ربع كيلو كفته جاهز على الاكل، سعره 50 جنيه شامل الضريبه. انا هنا جايب ربع بس سعر الكيلو عامل 200 جنيه، بس لو دخلت على المنيو بتاعه على الفيسبوك هتلاقي ان الاسعار اعلى شويه، يعني هتلاقي ان الكيلو ب 240. ففي كلام بيقول ان الاسعار في التجمع اغلى من فرع جسر السويس، مش عارف، يعني انا جاي من فرع جسر السويس. طيب الكفته هنا لونها فاتح شويه ومحببه كده، وصباع الكفته يعني لا هو تخين ولا هو رفيع، يعني عادي. فخلينا نقول بسم الله.
الكفته هنا جامده، بهاراتها مظبوطه، اللحمه بتاعتها مش مفرومه لحد الاخر، لا يعني انت حاسس بقوام الكفته كده. بس هنا السوا ناقص حاجه بسيطه، يعني كان عايز بس يصبر عليها حاجه بسيطه على النار، ونسبه الدهون فيها برده كويسه، ما هياش كتير. دي كده كانت الكفته الجاهزه، فخلينا بقى نشوف الكفته اللي احنا شويناها على الفحم. دي بقى هنا الكفته اللي جاهزه على التسويه. طيب صباع الكفته هنا يعني انا تحس ان انا سويته زياده شويه عن ما هو مسويه، يعني هنا لون الكفته عندي غامق اكتر حاجه بسيطه. هنا بقى الكفته الجاهزه على التسويه دي سعر الكيلو 130 جنيه، يعني بص من ال 200 جنيه ل 130، ده لو كمان حسبنا على ال 200 يعني احنا ممكن كمان نحسب على ال 240. فخلينا ندوق ونشوف. اكيد طبعا الكفته دي هيبقى سواها مظبوط 100 100 عشان اللي عاملها، بس لازم اطبل لنفسي يعني. لا الكفته هنا فعلا انا مسويها اكتر، فالاتنين بهاراتهم واحده ونسبه الدهون فيهم واحده، بس انا بالنسبه لي بحب الحاجه تبقى مستويه مظبوط قوي، ما تبقاش ناقصه سوا ولو حاجه بسيطه. طب نحسب بقى كده ونشوف، يعني لو الكيلو هنا في الجاهز على التسويه ب 130 وهنا ب 200، 130 على 200 يبقى احنا كده وفرنا 35%. لكن لو حسبنا بقى على ال 240 اللي هو السعر اللي موجود في المنيو اصلا، وده في الغالب هيبقى سعر فرع التجمع، 130 على 240 يبقى احنا موفرين 45%. خلينا نخش على اللي بعده، ونخش باللي بعده وهو السجق حبيب قلبي. يعني كنت بفكر ان انا اعمل ورقه سجق، بس حسيت الموضوع هيبقى صعب شويه، فقلت لا اجيب سجق مشوي. ده هنا نص كيلو سجق، فخلينا بقى ناخده كده ونروح بيه على الشوايه نظبطه ونجيبه ونقارنه بالسجق الجاهز. نجيب بقى طبق السجق ده كده. ده هنا سجق مشوي وجايب معاه رز. ده هنا ربع كيلو سجق مشوي عامل 50 جنيه شامل الضريبه، يعني الكيلو ب 200، اما الكيلو في فرع التجمع عامل 240 جنيه شامل الضريبه. طيب وانا شايف هنا ان السجق اللي هو بيستخدمه رفيع قوي مش تخين، وانا احب قوي السجق الرفيع ده، بس هو شكله ده بقى مسويه على الاخر قوي. السجق هنا مشطشط شويه، بهاراته مظبوطه، سواه مظبوط، طعم السجق حلو جدا، يعني طعمه قوي باين، فلا سجق جامد الصراحه. خلينا نشوف السجق اللي احنا شويناه على الفحم وبرده عملته على الجريل. ايوه انا بصراحه بعد ما عملت السجق على الفحم حسيت ان هو برده يعني نشوفه على الجريل هيبقى عامل ازاي، بس اعتقد بتاع الفحم هيبقى طعمه احلى. ده هنا السجق اللي على الفحم تحس ان هو متسوي من كل حته، على عكس بتاع الجريل هو متسوي من فوق ومن تحت، من الجنبين سواه مش مظبوط قوي. فخلينا نشوف اللي احنا شويناه على الفحم. لا الطعم هنا مختلف، دي حاجة أنا مستغربها، يعني السجق هنا يعتبر مش مشطشط خالص، طعم السجق نفسه مش قوي زي اللي هو جايبه، يعني طعم السجق في اللي هو جايبه قوي جدا باين واضح. هنا لا في برضه طعم سجق بس مش قوي زي ده، تحس إن الطعم قريب من اللي هو جايبه جاهز بنسبة مثلا 60 65%، ودي نسبة يعني قليلة، احنا دايما بنوصل أقل حاجة 80. طب خلينا نشوف بتاع الجريل كده. اللي على الجريل بقى مشكلته زي ما قلت لكم ان هو متسوي من فوق ومن تحت، الجنبين لا مش متسويين، فالسواه مش احسن حاجه خالص، يعني لا اللي على الفحم مستوي احسن منه بكتير. بس عامه سواء اللي اتعمل على الفحم او على الجريل يعني طعمهم مش قريب من السجق الجاهز اللي انا جايبه من عنده. احنا بعاد قوي يا لطيف. لا ليه يا عم بتقول كده؟ بعاد. خلينا نشوف وفرنا قد ايه. انا مستغرب من حاجه هنا، ان سعر كيلو السجق 110، في حين ان هو في منيو الجزاره عامل 130 وفي منه 160 كمان. انا مش عارف ايه لخبطه الاسعار دي. طب انا مش هحسب على ال 110 ده، انا هحسب على ال 130. 130 على 265 يبقى احنا موفرين كده 35%. ده لو انا شغال على السعر بتاع فرع جسر السويس، اما لو هتحسب بقى على السعر اللي موجود في المنيو اصلا على صفحتهم على الفيسبوك يبقى 130 على 240 54، يبقى احنا كده موفرين 46%. لخبطه الاسعار دي خلت الدنيا غريبه. طيب خلينا نشيل الكلام ده من قدامنا واقول لكم التجربه كلها على بعضها عامله ازاي. هل انصحكم ان انتوا تجربوا من عندهم الاكل الجاهز على التسويه؟ يعني معلش انا لو جبت شويه فحم وشويت وسبت الحاجات دي تتشوي مثلا ربع ساعه تلت ساعه، بس هكون وفرت مثلا 45% و50% من سعر الحاجه. بس خلي بالكم بقى من تريكايه، الاكل الجاهز على التسويه ده صلاحيته 3 ايام، عشان محدش بس يعمل حساب ان هو يجيب كميات كبيره ويخزنها وكده، لا انصحكم طبعا بالكفته وبالطرب. اما
السجق فهو حلو بس طعمه مختلف كتير عن السجق الجاهز بتاعهم. لو حد برضو يعرف مطاعم بتقدم الاكل الجاهز بتاعها كاكل مجمد عشان نوفر على بعضنا، يكتب لي المطاعم دي في الكومنتات. وبس كده، دي كانت نهايه الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.